وقد جاء الوعيد الشديد في من فعل ذلك. وقد روى الشيخان أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة بأنه أخذ شيئا من أرضها، فحاكمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد بن زيد لمروان بن الحكم: أنا آخذ شيئا من أرضها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت. قال: وما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه إلى 7 أراضين. فقال مروان بن الحكم: لا أسألك بعد هذا عن بينة. ثم قال سعيد بن زيد: اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت أروى إلا بعد أن ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها وقعت في حفرة فماتت. فاستجاب الله عز وجل دعاء سعيد بن زيد لأنه مظلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.